السلطات أنواع وأشكال. النهاردة هنعمل سلطة المكرونة مع التونة، سلطة جميلة مغذية فيها كل العناصر الغذائية، وبتنفع كمان للناس اللي عاملين دايت. أول حاجة إن أنا بجيب علبة من التونة بصفيها من الزيت، وعندي كمان زيتون أخضر، وعندي بصلاية متقطعة قطع صغيرة، فص من التوم، وعندي المكرونة أنا سلقتها في مية مع الملح. والخضار عندي عبارة عن جزر وخيار، وكمان عندي طماطم متقطعة، فلفل ألوان، وعندي كمان فلفل حار. كل اللي هعمله هحط المكرونة المسلوقة بطريقة سهلة وطريقة بسيطة جدا. هحط عليها كل الخضار واقلبه كويس جدا مع المكرونة، وبعد كده اضيف 3/4 التونة على الخليط ده واقلبها كويس جدا، واسيب الربع عشان التقديم. هقلبها كويس جدا مع الخضار. وبعد كده ببدأ ان انا بعد ما اقلبها هبدأ اضيف الصوص اللي انا هعمله معاكم. عبارة عن البصلة اللي انا قطعتها قطع صغيرة، ببدأ ان انا اجيبها واحط عليها فص الثوم، واحط عليها ملح وفلفل اسود، كزبرة ناشفة، شوية من الشطة لو حبة، مش حبة خلاص، او نضيف معلقة من البابريكا الحمراء. وبعد كده ببدأ اضيف طبعا الكمون. ضفت هنا معلقة من خل التفاح او الخل العادي الابيض، وضفت كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وضفت قليل من الملح، وهضيف دلوقتي معلقة من الصويا صوص هتديها طعم حلو جدا. هقلب كل المكونات مع بعض مع معلقة كبيرة من المستردة، هقلبهم كويس جدا. ممكن اضيف كمان معلقة من العسل بسيطة جدا عشان تدي المزازة تضيعها شوية، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الليمون المعصور. هضيف كل الخليط ده على المكرونة. طبعا ممكن ان انا احطها في التلاجة عشان تتبل كويس جدا قبل التقديم، ولكن لو هسيبها لتاني يوم ممكن في الحالة دي اشيل منها البصل واشيل منها الثوم واقدمه ساعة اما ابدأ ان انا اقدمها. بقلب كل المكونات وضفتها في طبق التقديم، وهبدأ اجملها بشوية من الجزر المبشور، واحط عليها بواقي التونة اللي انا شلتها، واضيف كمان عليه شوية من الزيتون الاخضر عشان اللي حابب ان هو ياكل معاها الزيتون. وممكن اضيف كمان عليها شوية من البقدونس. اولا بيزودوا القيمة الغذائية، وكمان بيدوا منظر حلو جدا للطبق. بعد كده ببدأ ان انا اقدمه، وبألف هنا وشفا. اتمنى ان انتوا تجربوه لانه فعلا طبق حلو ومغذي، وفي نفس الوقت بيتعمل في وقت قليل جدا. ممكن تعمليه في الغداء او العشاء. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.